إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة، ساعتنا 6:21 دقيقة. صباح الخير. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى. يا صباح الخير عليكم وصباح الأمل وصباح التفاؤل. النهاردة الجمعة، جمعة مباركة عليكم، وكل سنة وانتم طيبين يا حبايبي بمناسبة مولد النبوي الشريف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نترحم على موتانا يا حبايبي، اللهم ارحم كل عزيز وغالي فقدناه يا رب العالمين. منورين يا حبايبي، وحشتوني جدا جدا جدا. أنا بسلم عليكم، أنا وأسنات بنتي الصغيرة. صممت انها تطلع معايا وصممت انها تساعدني النهارده عشان انا تعبانه، وبمناسبه ان النهارده الجمعه ويوم اجازتي، فطبعا الست لازم تطحن في البيت. ويلا خليكم معايا ونشوف هنعمل ايه. طبعا انا دخلت على اوضه الاولاد عشان اروقها، واسنات حبيبه قلبي صممت ان هي تساعدني، قالت لي لا يا ماما انت تعبانه وظهرك وجعك وانا هساعدك. وفعلا والله يا جماعه وقفت معايا في التنظيف كله لحد ما خلصت. ربنا يبارك فيها ويحفظها ويبارك في أولادكم أجمعين، اللهم أمين يا رب العالمين. عودي بنتك دايما كده على المساعدة، حن عليها وعوديها، ولما تخش المطبخ خليها معاكي على طول، علميها. لما انت مش هتعلمي بنتك مين هيعلمها؟ بكرة وبعده بنتك هتتجوز، وبعدين جوزها هيقول لها امك كانت فين لما انت مش عارفة تعملي دي وتعملي دي. ربنا يا رب يخلي لكم اولادكم ويحفظهم، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا ما انا معايا بنتي الكبيرة حنين عندها 14 سنة، بس هي مش بتحب تظهر في التصوير، لكن أسنات حبيبة قلبي طلعت معايا وظهرت، ربنا يحفظها يا رب. المهم بقى انا دخلت الأوضة بتاعت البنات. هنا الأوضة دي فيها سريرين، أسنات بتنام على سرير وحنين بنتي بتنام على السرير التاني. طبعا انا هنا كنا فرشنا الملايات انا وهي، احنا مش شلناش الملايات اصلا، احنا نفضناها وعملنا المخدات وطبقنا الكوفرتات. وهنا بقى انا كنست بالمقشه عشان المكنسه الكهرباء على جنب اهي، بس بايظه للاسف، صلحتها كتير وبرضه الموتور بتاعها اتحرق تاني. فانا كنست واسنات قالت لي يا ماما انا اللي هلمهم عشان ما توطيش. حبيبتي ربنا يحفظها. هنا بقى بوريكم اوضه البنات بعد ما خلصتها، وبعدين بقى هطلع لبره اروح على الاوضه بتاعه يحيى ابني. ده السرير بتاع يحيى والكومودينو والدولاب بتاعه على جنب، وده المكتب بتاعه. فانا اعمل السرير وهي قالت لي يا ماما وانا هعمل الكومودينو، المع الازاز وهعمل لك المكتب. فعلا حبيبه قلبي راحت دخلت عملت المكتب بتاعها بتاع اخوها يحيى، عملت الكومودين الاول لمعت الازاز. بتقول لي اعمل ايه تاني يا ماما؟ قلت لها شيلي الفرشه اللي على الكومودين دي وامسحي مكانها. فعلا شالت الفرشه ومسحت مكانها. والله تعبت معايا كتير قوي النهارده، تعبت معايا بجد يعني، والله يعني ربنا يحفظها اللهم امين. هنا بقى عملت الكومودينو وراحت فرشت عليه، وبعدين بقى دخلت تلمع في اللابتوب، كان عليه تراب طبعا. طبعا كلكم عارفين التراب فظيع، حتى لو انت مروقه دلوقتي ومنضفه تيجي بعد دقيقتين تلاقي التراب زي ما هو موجود تاني. هي بقى بتعمل في المكتب هنا، وانا خلاص كنت خلصت السرير. فبتقول لي يا ماما خلاص انا خلصت اعمل حاجه تاني؟ قلت لها اه يا حبيبتي انا بس هاجي اوريكي او اساعدك او اعمل مكانك. بس رحت انا بقى خلصت السرير هنا ورحت هناك علشان اساعدها. فتحت اللابتوب عشان كان فيه تراب من جوه ومسحته كويس قوي، وطلعت الكيبورد عشان كان محطوط في الدرج بتاع المكتب، طلعته عليه من فوق وظبطت كل حاجة وكده. دي الأوضة بتاعت يحيى ابني، بس هنخلصها. وطبعا أنا هكنس الأوضة هنا، بس ما بنش الكنيس عشان خاطر لما بكنس التصوير بيطلع على الكاميرا بيعمل كده دخششة في الكاميرا. بس المكان دواتي كده ما فيش حاجة، انا مسحته. وكده بقى طلعنا على الصالة انا والسيدة اسينات. دي الترابيزة اللي تحت التلفزيون، كنا غيرنا المفرش وحطيناها. وكده انا بروق، راحت هي قالت لي ماما انا هعمل الجلانس انا. قلت لها حاضر. قالت لي طب رشيلي عشان انا قصيرة. فهنا رشيت لها، وهي بتلمع الجلانس مسكت الفوطة بتاعت الازاز ولمعت الجلانس، وانا طبعا حطيت لها عشان ما كانتش طايله الاماكن اللي فوق.
فانا كنت بعمل لها فوق وهي كانت بتعمل الحتة اللي تحت. بس قالت لي خلاص روحي انت اعملي الركنة. رحت انا فعلا عملت الركنة، جت برضو حبيبتي خدت مني المخدات. وطبعا يا جماعة انا حاطة على الركنة بتاعتي كفر. هنا بوريكم بقى ان انا حاطة عليها كفر، ده لون الركنة بتاعي، ده لونها الطبيعي ازرق كده. فانا مغطياها. طبعا الكفر ده جميل يا جماعة، ممتاز، بيحافظ على الركنة وبيخليها زي الفل. اول ما تشيل الكفر من على الركنة كأنك لسه جايباها دلوقتي. اي تراب بقى، حد قاعد بياكل على الركنة وقعت منه حاجة، تكب عليها حاجة، يبقى انت كده بتحافظي عليها من اي وسخ. هنا بقى كنت خلاص نفضت الركنة وروقتها، وكنت برص المخدات عليها. وجت برضو أسنات ساعدتني، راحت جابت لي المخدات الصغيرة وحطيناها على الركنة. هنا بقى كان في على السجاجة كده حتت كده وسخ، مكان لبن أو حاجة مكبوبة، راحت حبيبتي جابت الفرشة وحطت فيها كده صابون سايل، وصممت إن هي اللي تعمل الحتت اللي وسخة في السجادة. ربنا يحفظها يا رب ويحفظ ولادكم أجمعين. صلوا على الرسول يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما ننساش اللايك يا حبايب قلبي، عشان انتوا بتنسوا اللايك جامد. بالله عليكم لما تخشوا تشوفوا الفيديو ما تنسوش اللايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك يا حبايبي وينورني ويشرفني. وما تنسوش تفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل أشعار. هنا بقى كنا دخلنا الحمام، فالست أسينات قالت لي انا هعمل الحوض. كنت انا بقى عملت البانيو، قلت لها خلاص طيب انت كملي الحوض وانا بعمل في الارض. كبيت عليها بقى صابون وقعدت ادعك بالفرشه، عشان طبعا انتوا عارفين الحمام لازم يتنضف نظافه ايه عشان الريحه بتاعته. فهي ماسكه الحنفيه ومش طايلاها، عماله تطلع لفوق وتنزل لتحت تنضف في الحنفيه. غسلت الحوض طبعا، غسلته كويس جدا. وانا هنا برضو بدعك في الارض. وراحت يا حبيبتي مخلصه الحوض وراحت ماسكه في القعده. كنت انا برضو هنا ورا بعمل وراها برضو، كانت لسه في كده على الارض وسخ وبتاع، وانا كبيت ديتول وكبيت صابون سايل وقعدنا انا وهي ننضف في الحمام. ربنا يحفظها يا رب ويحفظ ولادكم اجمعين. زي ما قلت لك كده، بنتك ما تسيبهاش، سواء بنتك كبيره او بنتك صغيره. زي ما تعودي بنتك هتطلع على طول. عودت بنتك على النظافه هتطلع على النظافه، عودتيها على الاهمال هتطلع على الاهمال، هتطلع اسفه على الاهمال. بنتك على طول عوديها، دخليها المطبخ معاكي وعرفيها، وانت بتنضفي خليها تساعدك مره على مره على مره، هتلاقيها بتساعدك من نفسك. فطبعا يا جماعه احنا الاساس، احنا اللي بايدينا ان احنا نخلي بنتنا تطلع ازاي. مفيش حد هيعلم بنتك يا حبيبتي، انت اللي هتعلميها وانت اللي هتعرفيها الصح من الغلط. ربنا يا رب يبارك لكم في اولادكم اجمعين، اللهم امين يا رب العالمين. نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى اسنات جبت الفرشه الصغيره دي بتاعت المطبخ وصممت ان هي تدعكها. يا حبيبتي كفايه، قالت لا يا ماما انا هدعكها. دخلت الحمام اسفه ومسكت الفرشه ودعكتها وهي مش باينه من الارض كده. ربنا يبارك فيك يا حبيبتي ويحفظك يا رب، اللهم امين يا رب العالمين، ويحفظ اولادكم اجمعين يا رب. صلوا على رسول الله يا جماعه، وترحموا على موتانا وموتى المسلمين. ما ننساش يا حبايب قلبي نحط اللايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس زي ما قلت لكم. وعايزه كومنت حلو منكم كده تصلوا فيه على رسول الله. واسنات قالت لي يا ماما انا عايزه اشوف الناس هتقول عليا ايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.